السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق اللي احنا شايفينه ده. شايفين الفراخ بتعمل ايه؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما تطلعي كده تجمعي البيض ورزق وخير من عند طيورك، اللهم لك الحمد يا رب على كل عطاياك. بجد تربية الفراخ اللي بتبيض دي في البيت كنز. الفراخ بتبيض عندك كل يوم ذهب مش بيض، ما شاء الله تبارك الله. ربنا يبارك لنا في ارزاقنا جميعا يا رب. اتسالت كتير جدا جدا، الفراخ بتاكل البيض بتاعها يا ام شاهد؟ طب الفراخ لما بتاكل البيض عندك بتعمل ايه؟ الفيديو ده هيكون فيه كل التفاصيل، وهصور معاكم كل حاجه عملي هتشوفوها معايا عملي. يا ريت لايكات كتير جدا جدا للفيديو، لان الفيديو من اللايك يعني من غير اللايكات الفيديو ما بيعلاش وما بيتشافش. يا ريت لايكات، وبشكر كل حد دعمني طول الفتره اللي فاتت وهيدعمني طول الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله، علشان الفيديوهات توصل لاكبر عدد من اخواتنا. هنا ابتديت ان انا افطر الفراخ كده زي ما احنا شايفينها، وابتديت ان انا اشوفهم بايضين ايه، علشان اي بيض مجموع، اي بيض بايضينه اقصد كان. فهنا البيضه بتتكسر، هنا الفرخه بتاكل البيضه ليه؟ علشان هي اتكسرت بقت زيها زي اي اكله واي هرسه بنحطها لهم، فبياكلوها. مش بياكلوها عشان هم عندهم نقص كالسيوم عشان كده بيجروا يتهافتوا عليها، لا هم بيتهافتوا عليها عشان هي تعتبر كده زيها زي اي هرسه بنرميها لهم، وابتدوا ان هم يجروا عليها وياكلوها. هنا انا لقيت بيض جنب التقفيصه، ابتديت جبته في التقفيصه الثانيه ديت. لما لقيتهم بايضين فيها قلت عشان لما اجي اجمع البيض اجمعه ايه من مكانين اتنين، ما اقعدش الف في المكان يعني. وكمان جيت اشوف التقفيصه دي لقيت فراخ لسه بتبيض، فمن الاحسن والافضل ان انا بجمع البيض وبشيله كده زي ما حضرتك شايفاه، علشان بقيه الفراخ اللي عايزه تبيض ترجع ان هي تبيض بسلام، ما يكسروش البيض. مش معنى انك انت لقيتي بيض متكسر وفي صفار بيض على البيض عندك، او طلعتي لقيتي الفرخه بالفعل البيضه قدامها مفتوحه وبتاكل وتشفط في الصفار بتاعها، يبقى هي كده عندها نقص كالسيوم. لا يا جماعه، اكيد البيض اتكسر غصب عنها. تقولي عندها نقص كالسيوم امتى؟ لما تكون البيضه سليمه قدام حضرتك، يعني مثلا في بيضه على الارض او في العشه، وصدفه انك طلعتي ولقيتي البيضه سليمه والفرخه هي اللي فضلت تنقر فيها لغايه ما فتحتها وكلتها، هنا تعرفي ان الفرخه عندك عندها نقص كالسيوم. ده بيكون اساسه ان حضرتك ما اسستيش علف من البدايه، من عمر يوم. مش هقول لكم من عمر 4 شهور ولا 5 شهور، لا، من عمر يوم. مشيتي صح هتكملي صح للاخر. كانت البدايه مش كويسه ومش حلوه ومش صح في التربيه، النهايه مش هتعجبك خالص ومش هتكون مرضيه بالنسبه لحضرتك. هو ده الاساسيات، على اساسها هتلاقي النهايات. لو الاساسيات صح هتلاقي النهايات صح. فهنا انا جمعت البيض وابتديت ان انا اسيب البيض للفراخ قدام حضراتكم عملي. بسيب البيض عملي اهو بعد ما جمعته في البلاستيكه بتاعته، عشان اشوف معاكم هل الفراخ هياكلوه ولا مش هياكلوه. هنا المفروض ان الفراخ مش هياكلوه. ليه بقى؟ لان هم ما عندهوش نقص كالسيوم ولا نقص بروتين الحمد لله، لان انا مأسساهم من البدايه صح ومن عمر يوم. وكمان بعمل لهم توازن في الخلطه بتاعتهم. عندي قشور بيض برميها لهم على طول اول باول ياكلوها، عندي خس، عندي عيش، عندي دش، عندي شويه علف، اي اكل من اكل البيت بحطه لهم. فبالتالي ما بيش عندهم اي نقص، لان هم يعتبروا بياكلوا من الخلطه التوليفه كلها، الفيتامين والبروتين والكالسيوم، كل حاجه والحديد وكل حاجه لغايه قشر الموز برمه لهم. فبيستفادوا، جسم الفرخه بيستفاد من كل ده، بيعوض اي نقص بيحصل عندها من البيض اللي هي بتبيضه. فبالتالي شايفين الفراخ اهي الفراخ اخرها خالص هتحرك البيض كده ببقها، انما مش هتاكله، مش هتفترسه. انما هم لو عندهم نقص كالسيوم مجرد ما يشوفوا البيض قدام عينيهم هياكلوه، هيفضلوا ياكلوا في الارض ينقروا فيه جامد لدرجه ان هم هياكلوه ويبداوا ياكلوا الصفار بتاعه. يعني انا حبيت اصور التجربه عملي، البيض قدامهم. حتى انا لما بطلع بلاقي بيض على الارض، اللي كانوا بيضون على الارض برده ما كلوهوش، عشان هم ما عندهمش نقص كالسيوم يا جماعه. يبقى احنا عرفنا السبب بيكون ايه. السبب بيكون حضرتك من البدايه انك ما اسستيش صح من البدايه. طيب التأسيس بتاعهم بالنسبة لك انت يا مشاهد ايه؟ بالنسبة لي انا بأسس ازاي؟ من عمر يوم لعمر 19 يوم تقريبا على 23% صافي.
من غير اي حاجه. ممكن تضيف عليهم بقى بصل او توم او روافع مناعه، انما مفيش خلطه، مفيش عيش، مفيش دش، مفيش الكلام ده. طب بعد ال 21 يوم او 19 يوم، 19 يوم تبداي حضرتك تخلطي براحتك زي ما انت عايزه، بس لازم يكون في نسبه علف، وتبداي تنزلي بالنسبه واحده واحده. هنا انا بقول لكم شايفين انا بشربهم، وبعد ما جمعت البيض في بعض الفراخ رجعت ان هي تكمل عايزه تبيض، لسه في فراخ عايزه تبيض، فكان لازم ولا بد ان انا اجمع البيض اللي موجود. لما بتاخر عليهم بقى يوم او بنشغل او رحت مشوار او اي حاجه، باجي الاقي بعض البيض مكسر، مكسرين بيضه مكسرين اتنين، لان ما شاء الله تبارك الله بيكون البيض تزحم فيه العش بتاعهم. لما بسيبهم لاخر اليوم اجي اجمع البيض المغربي يعني، وبدات الاقي بيض متكسر، وصورته لكم قبل كده وكان في فعلا بيض متكسر. بتلاقي البيض بتاع الفراخ عليه نسبه صفار كده. هنا الفراخ هي رايحه ان هي تبيض، ولسه باقي الفراخ ان هي هتبدا ان هي تبيض، فانا حبيت ان انا اصور الفيديو ده عملي مع حضراتكم. طب تكمله الاكل ايه بعد 19 يوم يا جماعه؟ بتاكلي الخلطه عادي اللي انا باكلها للبط، عيش ودش وعلف دراويجه هرسه بيت، تقدري تخلطي بعد كده براحتك لحد ما يفكروا يبيضوا معاكي. وعند ما بيجيبوا بقى عمر 4 شهور كده ولا حاجه، تبداي تاكليهم، تمنعي عنهم الخلطه، ممكن يومين في الاسبوع توفريها عشان بنوفر، بس تاكليهم في اليومين دول اكل البيت مع خضار مع عيش، مش لازم الدش والذره العوجه والعلف دول، توفري تمامهم في اليومين دول، بس ما تاثريش معاهم اكتر من كده، هينتجوا معاكي صيف وشتاء. الفراخ دي بلدي حر يا جماعه، كانت في البدايه بلدي حر، بس الفراخ دي ما شاء الله عليها كلها تفريخ من عندي، كلها انا ذبحت الاصل بتاعهم بتاع زمان، ذبحته وجددت السلاله من التفريخ اللي كان بيطلع عندي. من هنا بيجي تفكير حضرتك انك تجددي السلاله امتى علشان يكون عندك بيض طول السنه، ما تستنيش لما الفراخ عندك تجيب عمر 3 سنين وتقولي ده انا هذبحها عشان انتاجها مثلا قل، وهرجع ان انا لسه بفكر ان انا مرقده بط، او لسه عندي كتاكيت عمر شهر او عمر يوم. لا، قبل ما تذبحي تكون بقى عندك كبرتي فراخ، بقى عندك فراخ بدات تبيض عشان يكون موجود عندك بيض طول السنه. حبيت اصور معاكم الفيديو ده كده على السريع للافاده. طب الفراخ دي بتريح من البيض؟ طبعا يا جماعه بتريح من البيض، بتريح حوالي مثلا 2.5 شهر في السنه كلها، بتريح حوالي 2.5 شهر، وبعد كده بتبدا ان هي تبيض تاني. بس خلال ال2.5 شهر دول انا كده عندي فراخ اعمارها مختلفه، يعني الفراخ ديت فيها فراخ عمر 2 سنين، فيها فراخ عمر سنه، فيها فراخ عمر 7 شهور، فبالتالي لما دول بيريحهم، ال10 دول مثلا بيريحوا، ال10 دول بيكونوا بيبيضوا، اما ال20 دول بيريحوا، ال20 دول بيكونوا بيبيضوا. فهنا النظريه من ان يكون موجود بيض متواصل عندك طول السنه بدون انقطاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق اللي احنا شايفينه ده. شايفين الفراخ بتعمل ايه؟ أحب أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.